وقلت لكم ان انا مش هقول للناس دي مش مبروك، مش هقول لهم مبروك، فعلا مش هقول لهم مبروك. مش هم راحوا كاس العالم يتنيلوا على عينيهم ويروحوا كاس العالم، يورونا هيعملوا ايه في كاس العالم. انما ده شعب لقيط، شعب قليل الادب، شعب ما عندوش انسانيه، شعب كل حاجه عايز تقولها قول عليه. ناس تقول لك اخوه، ناس التانيه ودول شعب حقير ومعروف هم بره، هم اساسا مش قاعدين في بلدهم، لان بلدهم مش سايعاهم ومش واخداهم اساسا. هم موجودين بره في فرنسا قوادين وعاهرات في كل حته. والأعلام والنيران والسعادة والفرح الجزائري، الجزائر تتقدم. هذه الأعلام واحد يقول غير سيادك في الميدان وانت تتفرج، سقم روحك مالك معوج، وجهك راه اصفر كون شربت الرهجان. وراك مريض تعاندني انا، راك مريض تعاندني انا، تعاير في سيادك مولى 10 وجوه، اللي راه حداكم عطوه بالكف عطوه، ومسخن بهدل تفوه عليه تفوه. راك مريض انت تعاندني انا، راك مريض تعاندني انا تقعد تهضر انا نخدم ما شباب ما فهم لو كان غيره مسكن ما الغيره والحزن ساكنكم في الدم. راك مريض انت تعاندني انا، راك مريض تعاندني انا. بالعربية يلي واقف لحدهم ومعهم، وانا ما بدي غني هوني ولا بهمني يصدر هيك قرار، لانه انا بالنهاية انسانة بقول لحضرتك ايه يا ست هيفاء، انت عارفه لو احنا المباراه دي عدناها في امريكا برضه هيحصل شغب، والجزائريين هيعملوا كده. ده الجزائريين بيطاردوا المصريين في باريس، يعني بعد يوم 4 ده المصريين هناك دلوقتي طالبين حمايه من هنا. طب احنا ناقصين هنحمي فين ولا فين؟ واحنا كل ما نلعب ماتش كوره مع الجزائر مطلوب مننا احنا نبعت لعواصم العالم كلها نحمي ناسنا هناك. خلينا عميقو زبيهم ورتاح، هذا راها عقوبو اللي ما بغانا يتلاح. خلينا عميقو زبيهم ورتاح، هذا راها عقوبو اللي ما بغانا يتلاح. خلينا عميقو زبيهم ورتاح، هذا راها عقوبو اللي ما بغانا يتلاح. خلينا عميقو زبيهم ورتاح، هذا راها عقوبو اللي ما بغانا يتلاح. صاحبي يشوفوا طايحين بزاف في النيبوة، منهم ولينا نخافوا يا حبيبي هاي. حابسين خلاص ويهفوا مازال نزيدوا نشوفوا، ربي يحفظ ويحفظ يا ربي يا. والله صاحبي يشوفوا طايحين بزاف في النيبوة، منهم ولينا نخافوا يا حبيبي هاي. حابسين خلاص ويهفوا مازال نزيدوا نشوفوا، ربي يحفظ ويحفظ يا ربي يا. من تونس للجزائر، من تونس للجزائر، فيف الجزائر، فيف الجزائر، ايوه فيف الجزائر.
وصفة الفرحة لن تكون كتلك التي عاشها من حضر الملعب واستمتع بكل تفاصيلها المشوقة، والذي امتص شحناتها ميكروفون الجماهير لينقلها بكل عفوية الصورة والكلمة ومربوحة يا الجزائر. عودة جزائرية إلى كأس العالم بعد 24 عاما من الانتظار. غياب قسري فرضته ظروف سياسية أمنية قبل أن تكتمل العودة في الخرطوم من ملعب أم درمان. عودة قادها المدرب المحنك والخبير رابح سعدان، وهو الاسم الذي ارتبط بالإنجازات التي حققها منتخب الجزائر، وأحد صانعي التأهل الثالث إلى كأس العالم بعد مونديالي إسبانيا 82 ومونديال مكسيكو 86. تعالت الهتافات وارتفعت الزغاريد والرايات. فوز أعاد للجزائريين فرحة لم يحدوها منذ سنوات. بل اختلط عليه الحديث من فرط الفرحة. عرس شارك فيه أيضا الكثير من الجالية العربية المقيمة في الجزائر. احنا من الأردن، طلاب من الأردن، الجالية الأردنية في الجزائر، بنهني الأخوان الجزائريين على هذا الفوز، وإن شاء الله لكأس العالم، ونقول للمغلوب هارد لك ومبروك، ألف مبروك للجزائر. جميع الطلاب السوريين وجميع الاخوه السوريين مع الشباب الجزائريين، وان شاء الله للمونديال وكاس العالم ناخذه ان شاء الله. هكذا اذا استمر وسيستمر مشهد عرس لن يتوقف بحسب الجزائريين لايام واسابيع. عرس صنعه فريقهم المتوج بتمثيل العرب في اكبر حدث كروي على
العالمين بجنوب إفريقيا أقره واحتضنه شعب برمته ورعته أعلى سلطة في البلاد.